بصمة لسانك. أحيانا كلمة صغيرة أو بصمة لسان بتغير حياة إنسان، بتداوي جرح أو تفتح باب أمل. اللسان سلاح ذو حدين، أما أن يبني أو يهدم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وتعالوا نسمع الحكاية بتقول ان كان في راجل فقير في السوق بيبيع خضار، ومحدش بيشتري منه ولا حد بيتعامل معاه، وكانت الناس بيمروا بحواليه دون أن يلتفتوا له. وفي يوم من الأيام جت واحدة ست عدت من قدامه كبيرة في السن، قالت له سلام عليكم. الراجل ابتسم وقال لها كلمة طيبة: ربنا يبارك في عمرك ويزيدك صحة. طبعا الست اتأثرت بكلامه الطيب دوت، وراحت لولادها وأخبرتهم عن الراجل اللي أكرمها ببسمته وبلسانه الطيب. ومن يومها ولادها بقوا بيشتروا منه، وجيرانهم يشتروا منه، وكل اللي اي حاجة بيحتاجوها يعني. بمرور الايام انتشرت سيرته بين الناس، ليس بسبب بضاعته بل بسبب بسمته وكلامه الطيب اللي دخل قلوب الناس بلا استئذان. ولو وصلتوا معايا لحد هنا فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك وكومنت جميل منكم في صلاة على الحبيب. وعايزة اقول لكم ان اللسان كلمة قد ترفعك لأعلى الدرجات وقد تهوي بك لأعمق الهزات، وفي النهاية بسمتك لسانك فاجعلها طيبة، فإن القلوب أبوابها الكلمة الحلوة. وكده الحكاية خلصت. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.